هل كان المصريون القدماء يتحدثون حقا مع الفضائيين؟ هناك من يقول إن هناك رسومات على الجدران تثبت ذلك، مثل هذه: يقولون إن المصريين رسموا صورا لمركبات فضائية وفضائيين على جدران قبورهم، لكن أعتقد أن هذا مجرد مصادفة. إليك مثال آخر: يقولون إن المصريين رسموا هذه الصورة لتحذيرنا مما سيحدث إذا لم نتصرف بشكل صحيح، وكأنهم كانوا يعرفون أن العالم سينتهي، لذا رسموا انفجارا كبيرا ليخيفونا. لكنني أعتقد أن هذا مجرد مصادفة. أعني، هيا يا أصدقاء، كان المصريون أذكياء، لكنهم لم يكونوا بهذه الدرجة من الذكاء. لم يكن لديهم التكنولوجيا لرسم هذه الصور. هذه مجرد خطوط وأشكال عشوائية، ليست مركبة فضائية، ليست كائنا فضائيا. يمكنك أن تختار التوقف عن التصرف كطفل مزعج وقبول الحقيقة، أو يمكنك أنت وكل من يؤمن بنظرية الأرض المسطحة أن تستمروا في التصرف هكذا لتشعروا بأنكم مميزون.